عسلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا في فيديو اليوم كما شفتوا في عنوان الفيديو. شنو مع بعضنا شوربة لسان عصفور باللحم العلوش. سبق وعملت معاكم شوربة شعير باللحم البقري. تو باش نعملوا شوربة حانوت، شوربة لسان عصفور معناها باللحم العلوش. بون نفس الطريقة سواش نعملها باللحم العلوش، باللحم البقري، بالدجاج، بالحوت، راني نفس الفحات لا نزيد ولا نقص نفسهم. باهي تو حطيت شوية زيت بما انه اللحم علوش معناها وفيه شوية شحم، ماذا بينا نقصوا من الزيت قد ما نجمو. فوالا نتاع زوز من الناس ماهيش كمية كبيرة. وحطيت بصلة صغيرة قطعتها كما تشوفوا انتي مخصوم، باش نخليهم يتقلاو بلاش. هوني رجعت لكم بعد ما تقلى شويه البصل. تو مش نبداو نفوحوا، مش نحط جوست هكا شويه ماء باش كي نفوح الفحات ما تتحرقش ونجم نحل الطماطم. فوالا بما انه شوربه لسان عصفور راني ما نحطش كل شيء مع بعض وبعد نمرق مره كيما شوربه الفريك. لا، شوربه لسان عصفور نحط كل شيء. شوربة لسان عصفور سامحوني نحط بالتقلية. نبدأ بالتقلية، تقلية بتاع الطماطم والفحات والكل، وبعد لا إله محمد رسول الله، وبعد نمرق والكل. فوالا حطيت كما تشوفوا مغرفة صغيرة طماطم كونسونطري كما قلت لكم، كمية صغيرة ماهيش كبيرة. بالنسبة للفحات شوية ملح، هيكم ميزانكم، شوية بما اني شابة ما تحبش الفحات برشا. شوية فلفل احمر بسم الله، وشوية كركم بالطبيعة. فوالا كهو. وعندي هون كلافس كونجولي باش نحطهم، وهذا الكلش نخليه تو يتقلى. هوني كيما شفتوا تقليت معانا الطماطم والكل. باش نمرق بسم الله، نمرقوا بالكدا بما انه اللحم علوش ياخذ وقت باش يطيب. باهي هوني نستناو اللحم هكا يطيب شويه نص طيب، وبعد نرميو الشوربه. كي جينا بالدجاج رانا ندوب ما هكا من الماء يغلي شويه نرميو الشوربه متاعنا. اما بما انه اللحم ياخذ برشا وقت في الطيب مش نخليوه يطيب هو بيدو، وبعد تنقول لكم وقتاش نرميو الشوربه كي هو يطيب معناها نص طيب. ولا بيسك شوربه لسان عصفور ما تاخذش برشا وقت في الطيب. سي بون هوني اللحم ديجا طاب، بيسك هو مقصوص كلي طرف صغار مش كليش ياخو برشا وقت كيما طرف كبير. مش نرمي الشوربه متاعي، شوربه لسان عصفور. فوالا ونحرك شويه. وبيان سور كي ترميو الشوربه ماذا بيكم ديما تتفقدوا الطنجره متاعكم باش ما تلصقش كهو، ونغطي عليها بسم الله. بون هوني طابت الشوربه طايبه كيما تشوفوا، اللحم طايب، كل شيء طايب، اموره تعمل 66 كيف. ان شاء الله تجربوها وصحه وبشفاء، اللي مش يجربها وبسلامه.